أيها الإخوة المواطنون أعضاء مجلس الأمة، يجيء إليكم اليوم ليتحدث أمام مجلسكم الموقر أخ عزيز تعرفونه جميعا، يمثل وطنا من أقرب وأمجد أوطان العرب، ويمثل ثورة عظيمة لا تفخر بها أمتنا فحسب، وإنما يفخر بها الإنسان في كل عصر وفي كل مكان. وإذ كنت أريد أن أترك له هذا المكان لكي تستمعوا إليه ولكي تستمعوا من خلاله إلى صوت الشعب الجزائري والثورة الجزائرية، فإني أؤكد مرة أخرى على العلاقة الخاصة والوثيقة التي تربط الثورة المصرية والثورة الجزائرية، وعلى أهمية هذه العلاقة بالنسبة للشعبين وبالنسبة للنضال الشعبي لأمة العرب كلها من الخليج إلى المحيط، وكذلك بالنسبة لإفريقيا وحركة الثورة الوطنية عموما. إن ثورة شعب الجزائر نموذج ممتاز للثورة الكاملة، فهي ليست ثورة المليون شهيد من أجل الاستقلال الوطني وحده، وإنما هي ثورة حرية العمل الاجتماعي والاختيار الاشتراكي، ثورة تحرير الوطن تتلاحم مع ثورة تحرير الإنسان. وفوق ذلك فهي الثورة التي لا تنعزل داخل حدودها وتقبع وراءها، وإنما هي الثورة التي تجد كفاحها في كفاح كل وطن، وتجد أمانيها مع أماني كل إنسان. هذه أيها الإخوة هي المعاني المشرقة والقيم العزيزة التي نشترك اليوم في تحيتها وفي تكريمها، ونسمع الآن صوتها الحر. والسلام عليكم ورحمة الله. سيد الرئيس هواري بومدين. الرئيس جمال عبد الناصر، سيدي رئيس مجلس الأمة، السادة الأعضاء المحترمون، أيها الإخوة أيها الأخوات، يسعدني جدا أن أعبر لكم عن عميق شكري على كلماتكم الرقيقة ومشاعركم الصادقة نحو الشعب الجزائري الشقيق، وعن صدق امتناني بهذا الشرف العظيم الذي أوليتموني إياه، وذلك بإعطائي فرصة التوجه من أعلى منبر مجلسكم الموقر وعن طريقكم إلى الشعب الشقيق في الجمهورية العربية المتحدة، لأحييه تحية إكبار وإجلال، وأشكره خالص الشكر على حرارة الاستقبال الأخوي الذي لقينا به منذ وصولنا إلى أرض الوادي المجيد. وباسم الشعب الجزائري وباسم مجلس الثورة والحكومة وباسم الجزائر
التي تكن لكم نفس الحب والتقدير وتضمر لكم نفس الود والإخلاص، أكرر الشكر العميق لشعب الجمهورية العربية المتحدة، وأعبر له عن تأطرنا بهذه الحفاوة المفعمة بالأخوة الصادقة والحماس التلقائي المتدفق النابع عن المشاعر الجارفة بهذا اللقاء الجديد بين بلدين شقيقين يجمع بينهما العديد من الوشائج الروحية واللغوية والتاريخية، وتربط بينهما وحدة الصف والأهداف والمبادئ، ويصل بينهما المصير المشترك الذي يتجاوزهما ليشمل الأمة العربية جماعة. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن نشيد بما لمصر على الأمة العربية كلها من أيادي بيضاء، وبما تدين لها به من فضل في نهضته الحديثة، سواء في الميدان السياسي أو الثقافي أو في غير ذلك من الميادين. وقد تمت لهذه الأمة فعلا نهضة كبيرة في 20 سنة الأخيرة، تبعت لا على التفاؤل فحسب بل على اليقين من عودتها إلى ما كانت عليه من قوة ومجد ومن عزة وسؤدد. لقد أخطأت حسابات الدول الاستعمارية التي تقاسمت أجزاء الوطن العربي وفككت أوصاله، ظانة أنها بذلك ستمحو وجوده وستحطم كيانه إلى الأبد. فهذه الأمة العربية قد استعادت سيادتها وأرغمت قوى البطش والعدوان على الانسحاب، ثم أنشأت منظمة مهما كانت أسباب نشوئها فإن لها ميزة الوجود، بل أصبحت لها مكانتها في الوزن الدولي وكلمتها المسموعة في المحافل العالمية، وشخصيتها المعترف بها كمنظمة إقليمية كبرى لها عيوبها ومزاياها ككل عمل بشري قابل للتحسن والتجديد. فالواجب الملقى على عاتقنا اليوم والذي يفرضه علينا ماضي المجيد ومقتضيات حاضرنا هو العمل الجاد لتحقيق هذا التحسن وهذا التجديد، وذلك لضمان مصير المشترك ومستقبلنا كأمة واحدة. عزيزي وأخي الرئيس، أيها الإخوة، إنه لمما يشجعنا على المضي في طريق البناء الثوري القويم ويؤكد لنا الفوز النهائي تلك الانتصارات العظيمة بل المعجزات التي حققتها أمتنا العربية في فترة 20 سنة الأخيرة. وهذه المناسبة الممتازة تتيح لنا المجال لكي نخص بالذكر منها ما أنجز في بلدينا في مصر والجزائر. فما أبعد الفرق بين مصر في السنوات 50 وبين مصر الحالية، وما أوسع البون بين جزائر الأمس القريب وجزائر العهد الجديد. فقد كانت مصر إذ ذاك تربض بأرجائها وتمسك بخناقها في القنال جيوش الدولة الأمبريالية المحتلة، والشعب يرزح تحت الأقطاعية والاستعمار المتحالفين، وكانت أبواب الأمل موصدة أمامه، ولم يكن له يومئذ من اختيار إلا بين أمرين: إما استسلام وخنوع للأقطاعية والمحتل الأجنبي، أو نهوض وثورة على الأعداء المتحالفين. وقد اختار الشعب طريقه في تصميم نادر وبشجاعة فذة تغذيها روح ثورية حقيقية، فتمت للشعب المصري البطل ثورته المجيدة تحت قيادة أخينا الرئيس جمال عبد الناصر، فتمت للشعب المصري البطل ثورته المجيدة تحت قيادة أخينا الرئيس جمال عبد الناصر ورفقائه الأحرار. وكان يوم 23 يوليو
سنة 1952، واكتسح الشرذمة الأقطاعية وطرد المحتل المعتدي، وفتح لنفسه آفاقا جديدة نحو النور والتقدم، واسترجع بذلك سيادته وحرر شرايينه من القبضة الأجنبية، ووفر بذلك لنفسه الشروط الضرورية الأولى لتحسين حاله وتطوير ظروفه وتشييد الاشتراكية، مع إبراز شخصيته العربية واحترام تقاليده والتمسك بمعتقداته ومقوماته. وكان تحرير قناة السويس وتأميمها التحدي الأول لقوى البطش والعدوان، واللبنة الأولى في البناء الاشتراكي الثوري الذي أخذ يتكامل فيما بعد بما تلا ذلك من تدابير وخطط وإنجازات مما يكاد يشبه المعجزات. وإن من هذه الانتصارات ما هو بحق مصدر فخر واعتزاز لجميع العرب والأحرار أينما كانوا. لقد كان العدوان الثلاثي على مصر محاولة لضرب قوة الثورتين المصرية والجزائرية، ولتحطيم آمال الشعبين الشقيقين في الحرية والاستقلال وبناء مجتمع إنساني عادل. وكان العدوان أيضا يهدف إلى الوقوف دون تحقيق الوحدة العربية شاملة، إلا أنه مهما كانت حسابات الغادرين وتنبؤات المتنبئين لقد أسفر العدوان عن نتائج عكسية بالنسبة لكل ما أراده وما بيته. فقد تم النصر للثورة المصرية في القنال، وتم النصر للثورة الجزائرية في معركة الاستقلال. فقد تم النصر للثورة المصرية في القنال، وتم النصر للثورة الجزائرية في معركة الاستقلال، ورفعت الثورتان معا راية الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، وزحفت شعوب الأمة العربية قاطبة في قوة وعزم وإيمان نحو التحرر والوحدة. كما كان من انتصارات مصر تحطيم احتكارات السلاح والصمود الفذ أمام الحصار الاقتصادي وبناء السد العالي الذي يضمن البلاد تنميتها وتطورها وازدهارها. وإننا لنشيد إلى جانب ذلك بالتقدم العظيم الذي أحرزتموه في هذا المجال لتعزيز الجهد الصناعي الشامل في ميدان الصناعة الخفيفة والثقيلة، وإتمام الخطة الخماسية الأولى للتنمية بنجاح، والشروع في إنجاز الخطة الثانية وزيادة الإنتاج الوطني ومضاعفة الدخل القومي لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل، وللخروج من حالة التخلف والقضاء على رواسب الاستغلال الطبقي الممقوت الذي يتنافى وروح الإسلام ولا يتفق ومقتضيات المجتمعات الحديثة، ويتعارض مع مبادئ الاشتراكية الصحيحة القائمة على العدل والمساواة، والتي تنادي بصيانة كرامة الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص للجميع. وفي المجال السياسي الداخلي أقامت الجمهورية العربية المتحدة تنظيم سياسي محكم يجمع القوى الشعبية وينسق جهودها ويوجه بميثاقه الوطني وقراراته الحكيمة نشاط الجماهير لتحقيق المبادئ السامية وإدراك الأهداف العليا للبلاد العربية. وما هذه إلا صورة مصغرة للتطور العظيم الذي حققتموه في وادي النيل خلال هذه السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر، وإنه لمعجزة فعلا بالنسبة لما كانت عليه الحال منذ زمن غير بعيد، بل وحتى بالمقارنة إلى تطور أكثر البلدان حضارة وأعظمها تقدما في العصر الحديث. وإذا رجعنا إلى نفس التحليل بالنسبة إلى الجزائر وجدنا أن ما حدث فيها بين الأمس القريب واليوم لا يقل شأنا ومكانة وأهمية. نعم لقد كان هنالك من تشكك في تمكن الجزائر
من استعادة شخصيته العربية الإسلامية والحصول على سيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي، فأثرت فيهم دعايات المحتل الذي كان يستند إلى قوته المادية الفتاكة ودعايته الواسعة النطاق. وصدق البعض بتلك الدعاية وظنوا بالجزائر الظنون، ثم جاء الحق وزهق الباطل. أيها الإخوة، لقد كان الشعب الجزائري يرزح تحت كابوس الاستعمار ويتخبط في ظلمات الجهل ويعاني أقذع الإهانات وينحدر شيئا فشيئا إلى هوة البؤس والشقاء، ولكنه في نفس الوقت ما فتئ يشارك بحماس واندفاع في جميع النشاطات السياسية والثقافية والقومية، آمل في أن يطلع يوما ما فجر الحرية وتعود إليه كرامته الإنسانية ويستعيد حقوقه كشعب له ماض عظيم وحق في مستقبل كريم. فأضرمها الشعب شعلة من نار ونور، واستأنف المقاومة، وبفضل عزيمته الغلابة وإرادته الفولاذية وتصميمه الصارم، وبفضل مساعدة أشقائه وعلى رأسهم الجمهورية العربية المتحدة، وبفضل مساندة الشعوب المحبة للحرية والسلام، بفضل ذلك كله تمكن من وضع حد لتلك الحرب الفظيعة وإرجاع الحق إلى نصابه، فاستعادت الجزائر حريتها واستقلالها واسترجعت سيادتها وتبوأت من جديد مكانتها بين الدول. على أن استرجاع الاستقلال السياسي لم يكن إلا هدفا أولا للثورة ومنطلقا نحو إدراك غايات أخرى لتحقيق مجتمع اشتراكي عادل يقدر حق التقدير مساهمة العمال والفلاحين في الكفاح الطويل، ويتيح لهم فرصة المشاركة الفعلية المباشرة في تشييد المجتمع الجديد، مانحا إياهم حقا مشروعا في جميع المكاسب الثورية. فجعلنا مبدأ التسيير الذاتي حقيقة قائمة، ووضعنا وسائل الإنتاج بأيدي الكادحين، وقمنا بحركة تأميم واسعة النطاق شملت كثير من ميادين الإنتاج وموارد الدخل القومي، حتى نوفر الشروط الموضوعية لتصميم خطة للتنمية. أيها الإخوة، إننا الآن بصدد القيام بخطوات أخرى جريئة في محتواها وأبعادها كالثورة الزراعية الشاملة وإعادة التنظيم البلدي، خطوات تدفع بنا إلى مستوى الأهداف التي لا بد من إدراكها طبقا لاختياراتنا الاشتراكية الأساسية. إن الطريق الذي نسلكه الآن صعب وطويل، لأنه طريق التضحية، لأنه طريق الاعتماد على النفس، نذكي عزمنا في مواصلة السير فيه بروح الكفاح والصمود والثقة بمصير الشعب. إن مجهودنا في الداخل، وقد عرضنا عليكم بعض وجوهه، لا ينعكس في سياستنا الخارجية. ففي المجال العربي نجد أن الجزائر تؤمن أن كفاحها هو كفاح أمة العربية، وأن إنجازاتها لا تكمل وحريتنا تبقى ناقصة، واستقلالنا يظل مبتورا ما دامت أجزاء كثيرة من الوطن العربي الكبير تقاسي نير الاستعمار وتعاني الاضطهاد وتتلظى بجحيم التمييز العنصري والديني في أبشع صوره. من أجل ذلك كله نرى لزاما علينا دعم التضامن والتغلب على الصعاب وتنسيق الجهود في مختلف الميادين، وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية وتعبئة الشعب من أجل ذلك كله
نرى لزاما علينا دعم التضامن والتغلب على الصعاب وتنسيق الجهود في مختلف الميادين وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية وتعبئة الشعب الفلسطيني للدفاع عن كرامة العرب في ذلك الجزء الغالي من أرض العروبة وتحريره من ربقة ربيبة الاستعمار والإمبريالية إسرائيل ومجابهة خطر الصهيونية التي تحيك خطة توسعية على حساب سلامة البلاد العربية المجاورة لفلسطين. إن القرى التقدمية لا تعلم اليوم علم اليقين أن إسرائيل ما هي إلا رأس جسر للإمبريالية كنقطة انطلاق للعدوان ضد العرب ومصدر توتر مستمر في المنطقة وتهديد دائم للسلم والأمن الدوليين. فالعدوان الصارخ المتحدي الذي يقع في نفس هذه الأوقات ضد البلاد العربية وضد سكانها الآمنين وما وقع من جراء ذلك من بطش وإرهاب للحريات والكرامة لا يدعون إلى بذل المزيد من الإعانة إلى إخوان الفلسطينيين لتمكينهم من استعادة الوطن السليم. وما يدور الآن من أحداث حول قضية فلسطين لا عبرة لمن يعتبر، حيث أن شعب فلسطين تحمل ما لا يطيق من عملية الذوبان المدبرة، ولقد تتبعنا الأحداث الأخيرة باهتمام متزايد، وهي لتبشرنا بما تتطلع إليه الأمة العربية وتبتغيه من عزم إخوان الفلسطينيين وتصميمهم على فرض كيانهم وبعث شخصيتهم وتجديد عزيمتهم على التخلص من الغزاة والقاهرين. إلا أن مسؤوليتنا نحو فلسطين تذكرنا أكثر فأكثر بضرورة مواصلة التعاضد لتحرير أجزاء أخرى من البلاد العربية تحريرا كاملا. فتحرير الجنوب العربي وعمان وحماية عروبة الخليج وزيادة الاهتمام بهذه الأجزاء العربية الأصيلة لمن الواجبات التي تستلزم عملا إيجابيا لا تهاون فيه. سيادة الأخ رئيس، أيها السادة الأعضاء، إن الجزائر عاقدة العزم على مواصلة التعاون في المجال الإفريقي لتوطيد منظمة الوحدة الإفريقية وتنسيق المجهود في إطارها لاستمرار العمل على تحرير الأجزاء الإفريقية التي لا تزال تعاني من كابوس الاستعمار البرتغالي كأنغولا وموزمبيق وغينيا المسماة بالبرتغالية، وتحرير كل من جنوب إفريقيا وروديسيا الجنوبية من الأقلية الأجنبية التي تسوم أهلها جحيم التمييز العنصري وتجرعهم كل أنواع الإهانة والتنكيل، مستخفة في ذلك بظاهرة خطيرة دفعت البعض إلى اليقين بأن قوة التقدم في العالم قد أصبحت في موقف الدفاع أمام مد أمبريالي رجعي عنيف. وشهدنا فعلا في هذه الفترة الأخيرة تصدعا ضمن صفوف القوة التقدمية وتفاقما بل وتناقضا في باطنها، فبقدر ما كانت تميل هي الأخرى إلى الفتور كانت الإمبريالية تزداد نشاطا وحيوية وعنفا، وأصبح جليا أن هناك لا محالة تصميم لقوى الشر والعدوان يخضع لاستراتيجية مدبرة يطبقها أصحابها بكيفية محكمة دقيقة إلى حد بعيد. وبالرغم من تعدد التحركات والضربات الموجهة ضدها لم تستطع القوة التقدمية حينذاك حتى على التغلب على ما كانت تتخبط فيه من متناقضاته الداخلية، فارتجلت المواقف أمام الأحداث في انعزال بعضها عن البعض، وفي غالب الأحيان دون أي انسجام أو تنسيق مع باقي القوى المناصرة عادة لقضاياها. والواقع أنه لا مفر من حتمية الاصطدام التاريخي بين قوى الإمبريالية الرجعية من جهة والقوة التقدمية المناضلة من جهة أخرى من أجل الحرية والسلام. ولعله من الخطأ الفادح
أن نفصل القوة التقدمية في إفريقيا أو في العالم العربي مثلا عن باقي القوة التقدمية في الأجزاء الأخرى من العالم، كما أنه من الخطأ الفادح أن نعزل في تحليلاتنا تحركات الرجعية داخل إفريقيا أو العالم العربي عن المخطط الاستعماري الدولي. إن قوة التقدم في العالم العربي واقع حي، وإن قوة الرجعية والاستعمار في العالم العربي واقع حي كذلك. كلاهما لا ينفصل ولا ينفصل مطلقا عن باقي القوة التي تسانده موضوعيا وتشد أزره، لأنها ترمي إلى تحقيق نفس الأهداف وتدافع عن نفس المصالح. فنحن إذن كقوة ثورية تقدمية نقدر مسؤوليتنا حق التقدير بصفة لا تقبل أي التباس أو غموض. فإذا كانت مدة هذا الفتور قد أتاحت فرصة تفاؤل قوى الشر والعدوان، فإنه من الضروري المحتوم أن نعيد تقسيم أو تقييم الموقف بدقة ليتضح السبيل، وتسترجع بالتالي شعوبنا المناضلة هيبتها ونشاطها وحيويتها، وأن تأخذ بزمام المبادرة من جديد حتى النصر النهائي. ولكي نحمي مكاسبنا الثورية وندافع عن سيادتنا واتجاهاتنا الأساسية، يجب على جميع قوى التقدم في العالم أن تنهض بسياسة تعاون فعال بين البلدان الاشتراكية والشعوب المستقلة حديثا في مقاومتها لمختلف أنواع الضغط الإمبريالي الذي يرمي إلى أن يحيد بها عن سياسة عدم الانحياز ويمنعها من استكمال سيادتها وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. الأخ الرئيس، أيها الإخوة، إن المبادئ التي نؤمن بها والأهداف التي نرمي إليها تتطلب منا سهرا دائما ويقظة مستمرة، لا للدفاع عن المكتسبات الثورية فحسب، ولكن أيضا لاستكمالها وتوطيدها. وإن نقاط الالتقاء ووحدة المبادئ والأهداف لتحفز بنا إلى المضي في التعاون الوثيق والتنسيق الدقيق بين جهودنا حتى نوسع دائرة التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين. وختاما أود أن أجدد شكر العميق باسمي وباسم إخواني أعضاء الوفد لسيادة الأخ رئيس جمال عبد الناصر وسيادة رئيس مجلس الأمة الأخ أنور سادات وجميع الأعضاء على هذه الفرصة الممتازة التي أتاحت لي من خلال مجلس الأمة أن أتوجه إلى الشعب الشقيق في الجمهورية العربية المتحدة بأقدس عبارات الشكر والإخلاص، متمنيا له الطراد الرقي والتقدم ومزيدا من العزة والقوة والسؤدد، وعاشت الصداقة بين الشعبين المصري والجزائري، والسلام عليكم. بعد أن ألقى أيها المواطنون السيد الرئيس هواري بومدين هذه الكلمة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمة لاستقباله